السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا جدا، اخطر واسوأ تدريب بيتعمل في مصر وللاسف الناس كلها مفكره ان هو ده تدريب ايجابي بيجيب نتيجه وبعلم الكلب العض وحاجات كده غريبه جدا، وللاسف بيطلع على ناس بأسوأ من ما هم كانوا عايزين. ايه هو بقى التدريب ده؟ احنا بنجيب فوطه وبنخلي الجرو يقعد يعض الفوطه ونفضل نشد معاه. انا كشخص مالك للكلب او صاحب الكلب، فالكلب بيتحمس اكتر وبيفضل يعض وبتبتدي الغريزه تشتغل. هي ايه الغريزه اللي بتشتغل؟ غريزه العض. الكلب حيوان عاقر والعض عنده غريزه، وكل ما بنشطها في اللعب بتطلع بنشوه على الكلب وعايز يطلعها في اي حاجه، في الاساس، في هدومي، في ايديا، في حاجات كتيره قوي. انت لما بتعمل كده انت بتلعب مع الكلب وبتنشط غريزه العض، مش بتشرس الكلب. تشريس الكلب زي ما ربنا شرع في مراحل عمريه معينه. الكلب طفل عمر 6 شهور ده من حقه اللعب او تدريب ايجابي على حسب التخصص اللي هيخصصه الكلب بعد كده. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بلاقي الكلب، ناس بتشتكي ان الكلب بيقعد يعض في الترابيزات، في الخشب، في كل حاجه. ما الغريزه نشطت، بيعضني في ايديا، بيعض اي حاجه، عكس الكلب اللي هو بيبقى فيه حب متعلق. ده بسبب ان احنا جبنا فوطه او قماشه وقعدنا نلعب الكلب بالعض والكلام دوت، فنشطنا الغريزه. ناس تانية بتقول لك ايه من نوع من التدريب؟ لا انا بفضل الباور بتاع الكلب. الباور بتاع الكلب ما بيتفضاش عن طريق غريزه في الكلب. يا جماعه افهموا يعني ايه كلب. الكلب عنده طاقه او مهيبر، دي حاجه لوحدها، غريزه او نوع معين من الحاجات اللي ممكن استخدمها في حاجه تانية للشغل زي ما ربنا شرعه. انما اشغل غريزه تفضي الباور، ده كلام فارغ وما بيحصلش وبيرجع عليا بالعكس. فبلاش النوع ده من انواع التدريب، او النوع ده من انواع اللعب، او ده النوع من اللي انت مفكر ان هو بيديني نتيجه او ايجابيه ان يخلي الكلب شرس او كلام ده. كل ده عالي جدا من الصحه. لاحظ انك انت صاحبه والكلب فهم ايه. في مساحه للكلب من الذكاء يا ريت نحترمها، واللي مش عارف يحترم ذكاء الكلب او يعرف ايه الكلب بيفكر فيه او الكلب بيفكر في ايه عشان نديله حاجه تطلع لي بنتيجه، ما يعملش كده. فتعليم العض مش بدورك انت تعلمه العض في مرحله عمريه من الكلب. ازاي اعلمه العض؟ عن طريق الغرائز او الحواس، الحاجات اللي انا هستخدمها بعد كده. يعني انا عايز اخلي الكلب يعض عن طريق الحراسه. خلي بالنا كمان الدرع دوت مش تدريب، الدرع وسيله لحمايه الديكوي. هنقولها بعد كده في حلقه مخصصه وتفصيليه يعني ايه درع. استخدم الدرع لتدريب الكلب، وليه استخدم الدرع لتدريب الكلب، وممكن ما استخدموش. فيا ريت يا ريت لما حد يلاقيه يقول لك اعمل الكلب كده بالفوطه عشان تقوي الفكين والكلام ده كله، لا. بالنسبه للفكين وتقويه الفكين انت مش احسن من ربنا. ربنا خلق الكلب وفي مراحل معينه لتقويه الفكين. وبالتعليم العضم انت ما بتمرون، هو مش جيم للاسف، هو مش جيم. الكلب حيوان عاقر وبتختلف العضه من كلب لكلب ومن نسخه لنسخه وفصيله لفصيله وهكذا. فزي ما ربنا محطط السيستم دوت امشي عليه. مش عارف تمشي على السيستم دوت اسال حد خبير شويه، ومش عيب انك تسال، بس العيب انك انت تخلي الناس تشتغل بطريقه غلط. فتحذير نهائي، ما تعلمش الكلب بتاعك العض، سيبه لمرحله الحراسه وهو يتعلم العض ازاي عن طريق الغريزه. كل ده هيطلع عليك بعض الاساس، عض جسمك، كل الحاجات دي كلها هتطلع بالسلبي مش بالايجابي. كابتن عبد الكريم لتدريب الكلاب. السلام عليكم.